في الفيديو اللي فات خلصنا تظليل الوش، والفيديو ده هنعمل تظليل الشعر انا بعتبره اسهل حاجة خالص ممكن تتظلل. بنعمل درجة سودة غامقة جدا، وبعدين بالبرشاية دي نرفعها جدا ونحولها لاستيكة ونعمل بيها الشعر، يكون الطرف بتاعه رفيع وبعدين تخين وبعد كده رفيع تاني. وطبعا مننساش نعمل الكيرف بتاع الشعراية، وزي ما قلت اهم حاجة طرف الشعراية من فوق ومن تحت لازم يكون رفيع وبيتاخد على ما فيش. بعد ما بعمل كذا مرة شعراية خفيفة وخفيفة وخفيفة، بعمل شعر تاني بس بدوس اكتر على القلم علشان يبقى بيلمع اكتر. وممكن بعد ما اخلص خالص ان انا اعمل الشعر بالبرشاية اللي انا حولتها لاستيكة، ممكن احول البرشاية انها يبقى لونها ابيض بحيث ان انا اعمل الشعر اللي بيلمع جدا جدا. ودايما اللمعة بتبقى من النص وفوق مفيش وتحت مفيش، يعني بدوس في النص واخد على فوق على مفيش ولتحت على مفيش. وطبعا ما ننساش ننكش 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 ونعمل شعر طالع على الوش وشعر منكوش من هنا، ما نخليش الشعر كله مظبوط وبرفكت كده، لا، الحاجة لما تبقى طبيعية وعفوية بتبقى احلى بكتير. طبعا ممكن بدل ما نحول البرشاية لاستيكة نستخدم على طول نفس البرشاية بس نحولها لرصاصي او رصاصي غامق وبكده نحولها لابيض اخر حاجة، او نستخدمها كاستيكة زي ما انا متعودة اعمل كده. لما بستخدم الفحم بحط بودرة فحم اسود اسود اسود، وبجيب الاستيكة المونو زيرو واعمل الشعر بالاستيكة الرفيعة. وطبعا مش بحتاج حاجة تانية يعني غير الاستيكة وبس. بس كده نكون خلصنا الرسمة بتاعتنا اخيرا. عاوزاكم تطبقوها ورايا وتبعتولي، سواء انتوا بتشتغلوا على جرافيك تابلت او على الورقة، النتيجة هي هياها والطريقة هي هياها. حطولي الرسمة بتاعتكم في الكومنتس تحت الفيديو ده تاني عشان نراجع البرنامج اللي انا استخدمته. انا استخدمت برنامج سكتش بوك واستخدمت برشين بس هحطلكوا صورتهم دلوقتي علشان لو حابين تستخدموهم. التابلت اللي انا رسمت عليه الرسمه دي هو اكس بي بن، وطبعا انا جايباه من ديجيتايزر قبل كده، والفيديو ده برضو سبونسرد باي ديجيتايزر. تقدروا تروحوا تجربوا كل انواع الجرافيك تابلتس عندهم في الفرع، وانا متاكده ان انتوا مش هتبقوا عايزين تمشوا تاني من هناك. الحقيقة انا مش لاقي اي فرق بين ان انا ارسم على الورقة العادية بقلم الفحم او ان انا ارسم على التابلت ده بالقلم العسول جدا دوت الخفيف جدا كمان. بالعكس عندي اوبشنات مش موجودة في الحقيقة، ويكفي ان ايديا مش مشلفطة فحم من كل مكان. هعمل لهم منشن فوق الفيديو ده عشان لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر. بس نختم بقى ونقول ان انت مش محتاج تكون رسام ديجيتال جامد قوي عشان تكون رسام ديجيتال جامد قوي.